ما تيجي اما اوريك يومي كان ماشي ازاي. والله العظيم يا اسطى هسافر النهارده واجي اذاكر من بكره بقى جامد قوي. يلا سلام. وده الفطار الرسمي بتاع العيد. هو انا كان المفروض بحوش الاجازه، بس يلا بقى مش مشكله. المفروض ان هو الفاينل بتاعي كمان 7 ايام، بس اللحظه الحلوه ما بتتعوضش. ورحت خدت حقنه عشان رقبتي كان في شد عضلي مموتني بجد. توكلنا على الله. ووقفنا ودخلنا نجيب قهوه وشويه حاجات يعني من البنزينه، وكان في كمين ومحدش بيدخل جوه الا لو ليه شقه، بس عيب يعني دخلنا برضه وجمعنا فلوس اكله سمك غشيمه جدا. هي معروفه راس البر يعني اكله سمك وتموت بعدها. وعما الاكل كان خلص كنا طلعنا على البحر وخدنا لنا كام صوره كده جامده يعني. والاكل بجد كان شكله جامد قوي، والواحد كل لحد ما معدته خلاص اتقفلت. وكده كده لازم لما هتاكل كده يتبقى اكل تلفها في كيسه زي دي تديها لاي حد غلبان، كده هو اولى يعني. السفريات والمصايف لو انت لابس شورت حاول تاخد معاك بنطلون بحيث تصلي في اي حته. وبعدها رحنا ناكل حاجه حلوه بقى من حلواني الجمل، والراجل اداني كنافه ادوقها من غير فلوس، وطبعا احنا كشعب بنكتر من اي حاجه من غير فلوس. وبعد كده جبنا متدلعه وكان طعمها جامد قوي. وطلعنا بعدها قعدنا على النيل قعده رايقه قوي. بعد كده قمنا بقى مشينا لنا حبه حلوين، ومع غروب الشمس كنا ماشيين عشان الطريق بالليل بيبقى ضلمه جدا. بعدين اتفرجنا على الماتش الاهلي وكسب طبعا يعني اكيد يعني ده الاهلي يا جماعه كالعاده. وبعدين رحنا لعبنا بنج، وانا طبعا بقى يعني ما اقولكش بص كده لعيب لعيب يعني مش اي حاجه. شاي وبسكوت تاني قبل ما انام. بس كده خلصانه والامتياز هيجي في شويه. يا رب يكون الفلوج عجبكم، اشوفكم قريب ان شاء الله. متنسوش تعملوا فولو ولايك. يلا سلام.